الرهاب الاجتماعي هو حالة نفسية كتأثر على حياة الكثير من الناس وكتجعلهم يحسوا بالخوف والقلق في المواقف الاجتماعية. فشنو هو الرهاب الاجتماعي وكيفاش كيمكن ليه يعيق التواصل والعلاقات ديالنا؟ شنو هو الأسباب ديالو وكيفاش نقدروا نتغلبوا عليه؟ هادشي اللي غادي نناقشوه اليوم في الحلقة الخامسة من بودكاست خطوات نحو السلام. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خطوات نحو السلام. دوما نسعى إلى السلام. الموضوع ديال اليوم موضوع مهم جدا، بحيث أن الأغلبية ديال الشباب أو الجيل ديالنا الحالي كيعاني منه. فشنو هو الرهاب الاجتماعي؟ الرهاب الاجتماعي هو حالة من القلق المفرط والخوف من المواقف الاجتماعية والأداء والتصرف أمام الآخرين. الأشخاص اللي كيعانيوا من هذه الحالة غالبا ما كيخافوا من الحكم والانتقاد ديال الآخرين. هادشي اللي كيخليهم يتجنبوا أي موقف اجتماعي كيف ما كان. نجيو دابا للأسباب المحتملة اللي كتخلي هاد الحالة النفسية تطور عندنا بشكل كبير. أولا، وحسب بزاف ديال الدراسات اللي كتبين أن الرهاب الاجتماعي يمكن يكون ليه عامل وراثي، يعني يكون بسبب الوراثة. فمثلا إذا كان عندك شي فرد من أفراد العائلة كيعانيوا من نفس المشكلة، تقدر تكون عندك قابلية كبيرة باش تكون انت عندك هاد الحالة ديال الرهاب. سبب تاني واللي هي التجارب السلبية. التجارب السابقة غالبا اللي كتكون سلبية، مثلا التعرض للتنمر، انتقاد، هاد الحوايج يقدروا يساهموا في تطوير هاد الحالة بواحد الوتيرة سريعة. زائد أن الأحداث السلبية دائما كتخلي الشخص يخاف من تكرار هذيك التجربة. نعطيكم مثال. مثلا في الدراسة كتكون واحد مهم، أنا مثلا طوعت أنني ندير واحد ليكسبوزي أو واحد العرض في القسم ديالي، فمشيت وجدت داك العرض وجيت باش ندير له شو قدام صحابي. فأنا مني بديت ندير هذاك الإلقاء، غلطت مثلا في النطق ديال شي كلمة، حتى كنلقى أن صحابي كاملين أو التلاميذ ديالي والزملاء ديالي كاملين كيضحكوا. هنا وبسبب هاد التجربة الفاشلة غادي نولي نخاف نعاود نفس التجربة، ونخاف أنهم يعاودوا يضحكوا عليا بنفس الطريقة. نمشيو دابا للسبب الثالث واللي هو التنشئة الاجتماعية. يا هاد السبب شحال مهم وعنده دور كبير، حيت الطريقة اللي كتربى بها في وسط واحد الأسرة ولا واحد المجتمع، إلا كانت هذيك الطريقة سلبية، كون أكيد أن هذاك الشيء غادي يأثر بشكل كبير على الثقة ديالك في نفسك. فمثلا إلا كنتي محاط بزاف ديال الأشخاص اللي سلبيين، كون أكيد عمرك ما غادي تربي شي حاجة سميتها الثقة في النفس. والعكس صحيح، إلا كانت بيئة مشجعة دائما كتمدحك، دائما كتطلع لك معنويات، فهاد الشيء غادي تعكس إيجابيا على التطور الشخصي ديالك. نمشيو دابا لمدى التأثير أو لشنو كيدير فينا هذا الرهاب الاجتماعي، وخصوصا على المستوى ديال الحياة اليومية.
اولا العلاقات الشخصيه. الاشخاص اللي كيعانيوا من الرهاب الاجتماعي يمكن يواجهوا صعوبه كبيره في تكوين صداقات جديده والحفاظ على العلاقات الحاليه، بالاضافه الى الخوف من الرفض او الانتقاد كيخليهم ديما يتجنبوا اي لقاء اجتماعي. الاداء الدراسي والمهني كيأثر علينا فيه الرهاب بواحد الشكل كبير، بحيث مثلا في العمل او في المدرسه الفرد كيف ما بغى يكون اللي فيه هاد الحاله النفسيه كيبقى يتجنب يدخل في نقاشات مع الناس، كيتجنب اي حاجه فيها ناس بزاف، كيبغي غير يجي يقرا مثلا ويمشي في حاله، كيجي لخدمته كيمشي كيتجنب اي يعني يدخل في شي نقاش او في شي جروب او ما كيكونش عنده الجهد او الرغبه او القدره على انه يتانتيغرا وسط واحد الفئه معينه ديال الناس ويقدم رايه الى اخره. فهذا الشيء يمكن انه ياثر سلبا على التقدم ديالو الاكاديمي او الوظيفي. نجيو دابا للتاثير على المستوى النفسي. الرهاب الاجتماعي يمكن ان يكون مرتبط بمشاكل اخرى بحال الاكتئاب او القلق بشكل عام، زائد التوتر المستمر يقدر يأثر على الصحة النفسية بشكل جذري. من بعد ما تعرفنا على الأسباب والعوامل والنتائج ديال هذه الحالة النفسية اللي صعيبة بزاف والناس اللي كيعانيوا منها راه هما اللي عارفين الخطورة ديال الأمر، راه كتعيق العيش ديالهم والتعايش ديالهم في واحد المجتمع معين، خصوصا ان حياتنا كتوقف على مدى التعامل ديالنا والتفاعل ديالنا مع الاخر، حيت حنا بنادم والانسان بالطبع ديالو كائن اجتماعي. فتخيل انك تجرد من هذيك الصفة اللي خلقها فيك الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الرهاب. نجيو دابا للطرق او لا لي زاستوس او لا الحيل باش اننا نحاولوا نتغلبوا على هذا الرهاب الاجتماعي ونعاودوا نديروا واحد الغوديماغي من جديد. اول حاجه هي التوعيه الذاتيه. من المهم جدا اننا نفهم ان الرهاب الاجتماعي هو حاله شائعه، حاجه اللي عاديه وكيعاني منها بزاف ديال الناس، ومنين كنوعاو بهذا الامر وبان المشاعر ديال القلق راها طبيعيه، هذا الوعي غادي يخلي هذا الامر اولا غيخفف شويه من الشعور بالوحده. ما تبقاش تحس براسك غير انت بوحدك اللي فيك هذاك الفيس، لا كتحس بان بزاف ديال الناس اخرين. الطريقه الثانيه او الخطوه الثانيه هي التعرض التدريجي. شنو كنقصد بالتعرض؟ هو اننا نتعرضوا لمواقف اجتماعيه بشكل تدريجي، نحاولوا قدر الامكان اننا نتعاملوا مع ناس اخرين، نحاولوا ندخلوا ماشي في صراعات لا غير في نقاشات، نمشيو مثلا للمقاطعه، نمشيو للحانوت، نحاولوا ندخلوا للسوبر مارشي، نهضروا مثلا مع هذوك البائعات، نهضروا مع مثلا واحد القضيه كنت كنديرها مثلا في الشارع، شي شخص يكون غادي كيف ما بغى يكون، كنسولو على واحد البلاصه واحد النعت يعطي لي، واخا انا كنكون عارفه هذاك النعت، ولكن كنمشي نسولو اكسبري باش نحاول نتغلب على هذاك القلق، حيت كنت كنعاني بشكل كبير من القلق الاجتماعي. ما كنقدرش نكون صداقات سواء في الجامعه سواء في وهذا الشيء سبحان الله جا حتى من مور من وراء كورونا، تبدلت حياتي بواحد الشكل كبير. فحاولت نخدم على هذا الشيء مرارا وتكرارا، درت بزاف ديال الحوايج منهم هاد انني نمشي نفرض راسي على شي حد، ماشي كنفرض راسي بواحد الشكل ديال انني زعما شي حاجه اللي نهضر معاه في شي موضوع ولا في شي حاجه شخصيه، لا كنحاول غير نجبد معاه ديسكوسيون باش هكا ندرب راسي مره اخرى
الا جا قصدني شي حد اولا جا هضر معايا شي حد اولا بغيت نهضر مع شي حد اولا نكون صداقه جديده وتعارف وداكشي، ما لقاش عندي هذاك المشكل وما لقاش شي عائق بيني وبين هذوك الناس اللي تقدر تكون عندي فيهم فرصه انني مثلا الفرصه ديال النجاح ديالي في هذيك الهضره اولا في ديك لونتروتيان اولا في ديك اي حاجه. فتعرض تدريجي للمواقف الاجتماعيه كيساعد في تقليل داك القلق بشكل كبير. المهم نجيو دابا لثالث خطوه واللي هي تقنيه الاسترخاء، مثلا التامل، التنفس العميق ديال زفير شهيق قلبتهم. المهم اليوغا، هادو كاع حوايج اللي ممكن يعاونونا في اننا نهدئوا العقل ديالنا ونقللوا من مستوى القلق عندنا. رابعا وهو الدعم النفسي، اللجوء الى المعالجين النفسيين والاخصائيين. وهذه شي حاجه اللي صعيبه شويه لانها كتطلب مصاريف كثيره، يمكن تكون هذه خطوه فعاله جدا بالنسبه للناس اللي ديجا هما يعني عندهم المقدره على هذا الامر. اما الناس اللي ما فحالهم شويه الله بالكاد كيتقاتلوا على لقمه العيش، فراه كذلك كاينين دي بودكاست للعلاج النفسي اللي كيعاونوك انك ترولاكسا، كيعاونوك انك تفكر مزيان. المهم كاين بزاف ما يدار، ما يخصك تخدم على راسك. غير للمعلومه ان هذاك مثلا المعالج النفسي راه ما غاديش يعطيك الحل، ماشي غتمشي عنده صافي نيشان غادي يدير لك اوبسيون ديزاكتيفي ديال الرهاب الاجتماعي، لا، غادي يقول لك شنو باش كتحس صافي، غيسولك غيبقى كيسولك وانت كتعاود من بعد غادي يقدر يعطيك خطوات اللي بسيطه في حاله الشكل ديال خاصك توعى بهذا الشيء، خاصك تحاول، خاصك دير الاسترخاء، خاصك. المهم غير هو داكشي فيه شويه ديال خسران الفلوس. منين كتكون انسان منين كيخسر فلوس كيحس براسو انه ولا بخير شويه، زائد انه يقدر يعطيك دي كومبريمي بحال هكا مهدئات باش انك تحاول تسترخي يعني بطريقه كيميائيه من خلال دوك الادويه اللي كيعطيك. ومن بعد راه كيبقى العمل كامل اولا واحد 80% ديال الخدمه كتبقى عليك نتايا. الدعم النفسي قلنا اللجوء الى المعالجين والاخصائيين في الصحه النفسيه، هذا الشيء غادي يكون فعال ومن طرق الناجحه مع التعامل للتعاون مع الرهاب الاجتماعي. وكخلاصه لهذا الموضوع، الرهاب الاجتماعي هو حاله قد تؤثر بشكل كبير على جوده الحياه. نعم كتأثر بشكل كبير على جودة الحياة، واخا تكون عندك فلوس، تكون ما عندكش، تكون مع شريك افضل، تكون مع بزاف ديال الحوايج، لكن كون اكيد ان هذا الشيء اولا هذه الحاله النفسيه غادي تاثر عليك بشكل كبير على جوده الحياه ديالك، الكاليتي دو في. ولكن يمكن لك تغلب عليها الا كنتي باغي، ومن خلال الفهم الجيد والاستراتيجيات المناسبه تقدر تغلب على هاد الحالة وتستعد الثقة ديالك بنفسك وتحسن حياتك الاجتماعية. وخلينا نكونوا صريحين مع أنفسنا أكثر وناخذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق السلام الداخلي وبناء علاقات صحية ومفيدة. هادشي اللي نقدر نقول لكم اليوم في هذا الموضوع. كنتمنى تكونوا خديتوا من هذه الحلقه شي فائده ولو بسيطه او شي فكره صغيره وتفكروا فيها وتعاونكم. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. كانت معكم خديجه نجاح في خطوات نحو السلام. دمتم في سلام والى اللقاء.